حذر الرئيس النيجيري محمد البخاري أعضاء جمعية حزب التقدميين للكل APC عن اختلاف الرئاسة. السعودية تعلن تنفيذ الإعدام في 81 مدانا خلال يوم واحد بتهمة الإهراب والتخابر. ومن الرياضة، المهاجم المصري محمد صلاح أمام خيارين لا ثالث لهما. تحية طيبة أيها المشاهدون الكرام في قسم الأخبار من قناة عرب هوسا. اسمي عبد الله طاهر أحمد. حذر الرئيس النيجيري محمد البخاري أعضاء جمعية حزب التقدميين للكل APC عن اختلاف الذي بينهما لرئاسة الجمعية. جاء هذا عبر شبكته التواصلية فيسبوك، حيث حذرهم عن اجتناب كل ما يثير الفوضى عن الجمعية قبل اجتماعها العام القادم في 26 من شهر مارس 2022 ميلادية. وهذه الرسالة نصب على ما يجري لمن يستحق رئاسة الجمعية بين حاكم ولاية يوبي ميما لابوني وحاكم ولاية نيجر أبو بكر ثاني بلو، كما أن الرئيس النيجيري محمد البخاري لم يفرق بين المتنافسين عن الرئاسة، بل عمت الرسالة كلا الجانبين. وقد ضرب مثالا لما يحدث في حزب الشعب الديمقراطي PDP ليكون هذا درسا لحزب التقدميين للكل APC. وتابع الرئيس النيجيري محمد البخاري أن حزب التقدميين للكل APC فرقت إلى قسمين في بعض الولايات، وهذا أمر عادي في كل العالم، إلا أن التعصب سيضر هذا الحزب ولا يفيدها بأي شيء أخيرا. وأعرب هذا بأن هذا الاختلاف قبل المؤتمر العام لحزب التقدميين للكل APC سيكون عقبا عليه، فمن المنطقي أن يحاول الأعضاء تحقيق ما تريد الحزب أن تصل عليه في الانتخاب القادم. فحزب APC كان في حيص وبيص بعدما تم تعيين حاكم ولاية نيجر أخيرا كرئيسا لهذه الجمعية أبو بكر ثاني بلو، بينما أعرب حاكم ولاية يوبي أخيرا أكد بأنه ما زال رئيسا لها، بل إنه في الخارج ليعاود الطبيب. وفي كلمة حاكم ولاية كادونا ناصر الرفاعي أشار بأن الرئيس النيجيري محمد البخاري هو الذي طلب من الحزب تعيين حاكم ولاية نيجر كرئيسا لحزب APC، إلا أن مقر العاصمة النيجيرية بأبوجا لم تصرح بكلمة عن هذا. فعضو مجلس الشيوخ سابقا وحاكم ولاية كانو رابع موسى كونكوسو أكد بأنه ما زال عضوا في حزب الشعب الديمقراطي، مع أنه بدأ التحدث مع حزب العمة الشعب النيجيري المعروفة ب NNPP. وأضاف في الأسابيع الماضية شرع بتقديم جمعية الأمة النيجيرية المعروفة ب The National Movement، وبعد ذلك اخترع حزب NNPP. وأعرب عن هدف هذا الحزب هو اجتماع شخصيات بارزة في نيجيريا الذين يرون بأن هذه الدولة تحتاج إلى التعديل منذ سنة 1999 ميلادية، ومحاولة تغيير وتطورها ودفعها إلى الأمام. وأضاف هذه الدولة تحتاج إلى المفكرين في الطراز الأول، إلا أنه أكد بأنه ما زال عضوا في حزب الشعب الديمقراطي PDP ولم يخرج منها. وإلى الآن كنت عضوا في حزب الشعب الديمقراطي PDP
قسمنا الأمور إلى أقسام حيث تباعدنا عن نظامها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. مع الأسف الشديد لم تفعل ذلك، ومن ثم انتقلنا إلى تلك الاتحاد لتغيير نيجيريا. وأكد بأنه ما زال في حزب الشعب الديمقراطي في وعضوا في جمعية الاتحاد النيجيرية التي اندمجت مع حزب NNPP. والأيام سوف تفيدكم بما سنقوم به في المستقبل. وعندما سئل عن هدم حزب NNPP قبل دخوله عن هذا الحزب وأعضاء كونكوسية، ورد قائلا: لا، هذا الحزب ليس لنا، إلا أننا نحاول الاتفاق معهم عن قريب. وعن رئاسة الحزب لا بد أن يتقاعد الكل عن منصبه. هناك الذين قضوا أكثر من 20 سنة. إذن هذا نظام بيننا وبينهم، وليس لهم أعضاء في بعض الولايات في قول رابع موسى كونكوسو. تشاهدون إلى هذه النشرة الأخبارية من قناة عرب هوسة، ويمكنكم متابعتنا عبر الشبكة التواصلية www.arabhousetv.com. ونرحب بكل اقتراحاتكم. فاصل قصير، نعود بعد قليل. تحية طيبة أعزائي المشاهدون الكرام. Za a fara binciko yadda aka shigo da gurɓataccen man fetur a Najeriya. إلا أن المتحدث باسم قسم الأعمال في الشركة النيجيرية الوطنية للبترول معنا اليوم ضمن فعاليات أيضا لغة هوسة مع كونها لغتنا الأصلية كثيرا ما تجدين الكلمة. za mu ci gaba da ba su haɗin kai da goyon baya, kuma muna godiya da hukumomin tsaro da gwamnati da take ba su haɗin kai. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج نجوم المستقبل. ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryenmu na Arab Hausa TV. أهلا بكم من جديد، والآن ننتقل إلى أخبار الرياضة مع أبي هشام. نبدأ هذه الجولة من الدوري النيجيري الممتاز، حيث كانت ريفر ستارز في المرتبة الأولى، وبلاتور يونايتد في المرتبة الثانية، وإنوغو رانجرز في المرتبة الثالثة، كوارا يونايتد في المرتبة الرابعة، ريمو ستارز في المرتبة الخامسة، أكوا يونايتد في المرتبة السادسة، وسانشاينز في المرتبة السابعة. وأما ويكي تواريس هي في المرتبة الثامنة، وإنيامبا في المرتبة التاسعة، حيث كانت غومبي يونايتد في المرتبة العاشرة، وشوتين ستارز في المرتبة الحادية عشرة، نصراوى يونايتد هي في المرتبة الثانية عشر، وأبيا يونايتد في المرتبة الثالثة عشر، وكانو فيلاس في المرتبة الرابعة عشر، نيجا تنادوس في المرتبة الخامسة عشر. وأما كاشينا يونايتد هي في المرتبة السادسة عشر، ولوبي ستارز في المرتبة السابعة عشر، وهاتلاند في المرتبة الثامنة عشر، ودكادا في المرتبة التاسعة عشر، وMFM هي في المرتبة الأخيرة. وإذا انتقلنا إلى الدوري النيجيري الممتاز، حيث كان النجم المصري أمام خيارين لا ثالث لهما. ينتهي في صيف 2013 عقد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول في أنفيلد بدون تحقيق أي تقدم يذكر في مفاوضات التمديد، ويطالب صلاح الذي يتقاضى حاليا
$261 دولار أسبوعيا بزيادة كبيرة في راتبه. وأدى هذا الأمر إلى توقف المفاوضات بين الطرفين، ووضع النجم المصري في مأزق. وعن هذه القضية يقول ريو فرديناند القائد السابق لمانشستر يونايتد والمحلل الرياضي في قناة BT سبورت أن ليفربول يبدو أنه متمسك بتوقفه ولديه سقف لرواتب لاعبيه ولا يريد كسره. فصلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم والأكثر طلبا من كبار أوروبا، سيقول لهم هذه أرقامي محليا وأوروبيا. في المقابل ليفربول يتراجع وسيؤكد أن هذه هيكل رواتبه، هل ستتعيش معها؟ وهذا الأمر يعود لصلاح. يذكر أن هناك 11 لاعبا في البريمير ليج يتقاضون رواتب أعلى من صلاح هداف ليفربول حتى الآن ب20 هدفا. الساعة 4:10 بتوقيت مكة المكرمة، 1:10 بتوقيت جمهورية غانا وغرنيش. ومن الدول الخارجية، أعلنت المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا يوم السبت، بينهم 7 يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي بأكمله. وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن المجموعة التي تم إعدامها أدينت بارتكاب جرائم شنيعة متعددة، من بينها الإهراب والتخابر مع جهات خارجية لتنفيذ عمليات تخريب بالمملكة. واتهم بعضهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش أو القاعدة أو حركة أنصار الله الحوثية في اليمن. وتقول منظمات حقوقية إن كثيرين منهم لم يتلقوا محاكمات عادلة في السعودية، وهو ادعاء ترفضه الرياض. وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن المجموعة الأخيرة حوكمت من جانب 13 قاضيات مختلفين، وخضعت لعملية قضائية مكونة من 3 مراحل. وأضافت الداخلية السعودية في بيان أن المدانين استهدفوا في دور العبادة وعددا من مقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم وزرع الألغام وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية وترهيب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة. وعن اتهامات التخابر أوضحت الوزارة أن المتهمين تعاونوا مع أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها ومملكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية، نتج عن ذلك استهداف الموقع. وتحتل السعودية المركز الخامس بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، ويسبقها في الترتيب الصين وإيران ومصر والعراق. وشهد العام الماضي تنفيذ المملكة عمليات إعدام بحق 69 شخصا. بعد إعلان السلطات الأوكرانية مقتل الصحفي الأمريكي برينت رينولد على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين بريف العاصمة كييف، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عن الحادث.
فقد أظهرت إحدى الصور الصحافي القتيل مدرجا بدمائه، فيما أظهر فيديو آخر صحافي على نقالة مستشفى، كما يبدو كان أصيب في الحادثة أيضا. وفق المعلومات التي أخرجت عنها السلطات الأوكرانية، اتهم قاعد شرطة منطقة كيف أندري نيبيتوف القوات الروسية بفتح النار على سيارة نقل صحفيين أجانب، فقتلت رينولد وأصابت آخرين. وعقب كلام المتحدث باسم صحيفة نيويورك تايم الأمريكي الذي أكد أن الرحيل لم يكن ضمن فريق عملها، انتشرت تغيرات أخرى مساء من توقيت هذا الإعلان، فيما جاء هذا الإعلان بعد انتشار صور لجواز سفر الصحفي القتيل ومعها صورة لبطاقة العمل كانت أخرجت عنها السلطات الأوكرانية بعد إعلان عن مقتله، وتم تداولها إلى حد كبير في وسائل التواصل الاجتماعي. والراحل يبلغ من العمر 51 عاما، وهو صانع أفلام حائز على جائزة بيبودي أند دوبونت، وقد اشتهر بإنتاج القصص الإنسانية من مناطق النزاع بمختلف أنحاء العالم، ويعمل صحفيا منذ أكثر من عقدين. والآن ننتقل إلى ما حدث في مثل هذا اليوم 14 من شهر مارس. في سنة 1932 إصدار فيلم أولاد الذوات، وهو أول فيلم عربي ناطق. وفي سنة 1958 الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا تحضرت حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وفي سنة 2004 إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية. ومن مواليد هذا اليوم في سنة 1681 فيليب تيلماني موسيقي ألمانيا. وفي سنة 1835 جيوفاني عالم إيطاليا في علم الفلك. وفي سنة 1995 ويليام عالم فيزيائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983. وفي سنة 1998 عبد الرحمن الأرياني رئيس الجمهورية العربية اليمنية. وبهذا وذاك أتينا إلى نهاية نشر الأخبار من قناة عرب هوسا. وقبل الوداع إليكم أهم الأنباء. حذر الرئيس النيجيري محمد البخاري أعضاء جمعية حزب التقدميين للكل APC عن اختلاف الرئاسة. السعودية تعلن تنفيذ الإعدام في 81 مدانا خلال يوم واحد بتهمة الإهراب والتخابر. ومن الرياضة المهاجم المصري محمد صلاح أمام خيارين لا ثالث لهما. ومن حكمتنا اليوم رب رمية في غير رام، رب رمية في غير رام إيهو باين هاري. والسلام عليكم ورحمة الله.